مساء الخير حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم وصفة جديدة لطريقة الكبدة. يلا الجوع اخر الليل اللي بيجي في الشتاء دوت. بصوا انا معايا نص كيلو من الكبدة مقطعاها عصافيري صغيرة. هقول لكم على الحاجات اللي هضيفها عليها هتخلي طعم الكبدة بتاعنا رائع وبجد احلى. شفتوا كلنا بناكل سندوتشات الكبدة بره على العربيات بننبهر بيها، ومهما نعملها ما بتطلعش بنفس الطعم. احنا بقى هنعملها واحلى من الطعم ده كمان. انا عندي كبدة غسلاها ومصفياها كويس جدا قوي. اول حاجة هعملها في الكبدة بتاعتي عشان اضمن ما يبقاش فيها زفارة ولا يبقى فيها اي حاجة، اول اضافة عندي هضيف عليها شوية من اللبن. بصوا شوية لبن اهو، وما تقلقوش خالص من اللبن. خلاص اهو، وشوية فلفل اسود هنضيف عليها الفلفل الاسود. خلاص، وشوية ملح. يبقى ضفنا ايه على الكبدة بتاعتنا اهو؟ ملح وفلفل وشوية لبن. خلاص، المفروض اني انا هسيبها في المحلول ده كده، يعني مثلا اقل حاجة مثلا ربع ساعة. خلاص، بس انا مستعجلة طبعا عليها، فانا هعملها لو عندكم وقت ممكن تعملوها من اول ما تصحوا وتعملوها على وقت الغداء او العشاء بتاعكم. مستعجلين زي كده يبقى هنعملها في ساعتها. خلاص، انا كده ضفت عليها الملح وضفت عليها شوية لبن وضفت شوية فلفل اسود. خلاص، ونقطة خل صغيرة، يعني دي اختياري، اللي عايز يحطها يحطها، اللي مش عايز يحطها ما يحطهاش. خلاص، انا بحطها لان الخل مفيد فبحب اضيفه يعني على حاجات معينة. نقطة خل. خلاص، ما نكترش عشان ما تتهريش. عندي بقى دي بتتباع في السوبر ماركت، خلطة الكبدة الاسكندراني. خلاص، انا هاخد منها، طبعا مش هاخد الكيس كله، انا هاخد شوية صغيرين منه. دي الخلطة الجاهزة بيبقى فيها توابل الكبدة. انا حطيت بس شوية ملح وشوية فلفل، وهاخد بتاع معلقتين بس من الخلطة دي. خلاص، ادي معلقة وادي التانية، وهقلب كويس اوي. خلاص اهو كده، مش هحط بهارات ولا اي حاجة. خلاص، ملح وفلفل وشوية بهارات من مش عايزين نحط بهارات الكبدة ديت او مش متوفرة عندنا، مفيش اي مشكلة خالص، ما نحطهاش. خلاص، وهجيب بقى الجريلا بتاعتي كده، هكون مسخناها كويس قوي. بصوا حبايب قلبي، ادي الجريلا بتاعتي اهي. هنزل فيها بشوية زيت، بسم الله اهو. الكبده الاسكندراني يا جماعه بتتعمل بزيت مش بزبده او بسمنه. يعني الناس اللي بيقولوا بنحب الكبده بسمنه بلدي، لا، دي الكبده الاسكندراني بتتعمل بالزيت. خلاص اهو. اول حاجه بقى هنزل بالكبده بتاعتي. اهم حاجه ان انا اسخن الجريلا كويس قوي. خلاص اهو، هنزل بقى بالكبده، بسم الله. الله على الريحه، الله. ما نقلقش خالص من اللبن اللي احنا حطيناه، ونقلب. سامعين؟ شايفين؟ الله الله على الابداع. بجد نفسي ابعت لكم، كل واحد بيتفرج على الفيديو دلوقتي نفسي بجد والله يعمل لكم سندوتش كده واغرقه بالطحينه كده وابعته لكم. يعني بس تقدروا تعملوها بطريقتي دي وهتطلع معاكم ممتازه. خلاص، وانا هعمل جنبيها سلطه بابا غنوج بالبتنجان المشوي. انا بصوا حاطه البتنجان جنبي على البوتاجاز اهوت، هشويه اهو. بصوا دوت البتنجان اهوت، بحطه على عين البوتاجاز كده اشويه، وبعد كده هقول لكم هعمل فيه ايه عشان نعمل سلطه بابا غنوج. بصوا هنفضل نقلب كده لحد ما لونها الدم اللي فيها يختفي، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. خلاص، يعني تقلبتين كده ولسه اللبن فيها ده كله هيتشرب دلوقتي وهينشف معانا. خلاص، ما تقلقوش خالص
بجد ريحتها تحفه، والتوابل دي ريحتها حلوه في الكبده فعلا. خلاص انا عندي بقى عندي الثوم المفروم اللي انا برضو مفرزاه معاكم اهو، هاخد منه حته كده نجيبيها. وعندي فلفل اخضر، فلفل حامي دوت، اللي عايز فلفل حامي واللي مش عايز يحط فلفل رومي، بس الفلفل بيديها طعم حلو قوي. خلاص هسيبها بقى تستوي كده، يعني هي كده كده ما بتاخدش، يعني هي تعتبر استوت. اول ما تتشرب منها السوائل اللي فيها دي واسيب فيها صوص حاجه بسيطه كده، تبقى عندي خلاص بقت جاهزه. ويلا بقى نشوف مع بعض البتنجان بتاعنا اتشوى، يلا ننضفه ونشوف الاضافات اللي هنضيفها عليه. انا هسيب دي كده اهوت على نار هاديه، ادوق الملح بتاعي كده. ملحها جميل ومظبوط، طعمها حلو جدا بجد والله يا حبايبي. انا بقول لكم على الحاجه بكل امانه والله طعمها تحفه. اوطي عليها بقى كده واسيبها تتشرب مع نفسها. ويلا نشوف هنعمل ايه في البتنجان المشوي بتاعنا. بص يا حبايب قلبي، البتنجان اهو بمسكه ابدا اقشر القشره السوداء. في ناس بتشويه في الفرن، اللي عايز يحطه في الفرن يدهنه زيت ويحطه في الفرن ويسيبه، بس بياخد وقت. وبعدين انا بحب طعمه وهو كده، ريحه القشره المحروقه دي بتبقى طعمها فيه، بتبان فعلا الشوي. طبعا اهو هنقشره كده اهو بايدينا، لو سخن هنتعامل بالسكينه او بالشوكه. احنا بس نفتح كده ما بين الجلد وبين البتاع، هيتقشر معانا بكل سهوله. خلاص نشيل اهو كده اهو. ولو في حاجه طلعت في القشره مفيش مشكله، نجيب طبق بس كده اهو يا حبايبي. خلاص اهو كده اهو. ناخد برضو القلب ما نرميهوش اهو، بس عشان سخن اهو هنزل بيه كده اهو. وهنرمي القشره دي. خلاص كده عندي بقت جاهزه اهو. خلاص هاخدها بقى ايه اهي، واشيل بقى الراس بتاعتها كده اهي، واقشر التانية. بص يا حبايب قلبي، هجيب بقى بوله كده انزل فيها البتنجان بتاعي اهرسه كويس اهو. هبدا احط بقى الاضافات بتاعتي عليه. الاضافات اللي هي ايه بقى، انا عندي طحينه، كنت عامله معاكم قبل كده طحينه باخد منها، دي عندي جاهزه على طول، فباخد منها، هاخد منها معلقتين كده اهو. دي الطحينه اللي انا عملتها في فيديو السجق بالزبادي بالمايونيز. خلاص هقلب كويس، يعني طحينه جاهزه. لو ما فيش عندنا الطحينه دي مش موجوده، هنحط طحينه عاديه خالص اهو. بعد كده هنزود شويه خل وهنعصر نص ليمونه كبير كده اهو. نحط شويه ملح، شويه كمون، خلاص، وحته توم مهروسه اهي، حته توم مهروسه. اللي عايز يحط هريسه فلفل حامي يحط، انا هحط لها هريسه حمراء، هريسه شطه. عندي برضو الهريسه اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده في الفريزر
حته منها. خلاص، واقلب بقى كويس كده. بقى كده حطينا البتنجان، عليه الطحينه، عليه نص ليمونه، عليه شويه خل، عليه ملح وكمون. خلاص، وشويه خل، حطينا ملح وكمون، حطينا هريسه حمرا، وحطينا فصين توم مهروسين حسب الكميه برضو اللي عندنا. خلاص، ادوق بقى الملح بتاعي واشوفه كده مظبوط ولا عايز ملح تاني. كده لا، حلو قوي، روعه، طعمها روعه وريحتها تحفه. وهقطع لها كمان عودين بقدونس اخضر. ادي عودين بقدونس، بشيل العيدان بتاعتهم وباخد بس يا دوبك ايه الورق واقطعهم ناعم خالص. البقدونس بيديها طعم حلو قوي برضو. خلاص، سهله جدا دي، بتبقى يعني ده بيبقى المفروض يبقى واجب كده، طبق اساسي كده على سفرتنا. ويا سلام بقى لو جنب عاملين حاجات مشويه او عاملين كبده او سجق او الحاجات دي، بيبقى تحفه بجد. وبما اننا طبعا ما شاء الله يعني كلنا عندنا انيميا احنا واولادنا، فلو عملنا الطبق ده البتنجان تحفه تحفه للانيميا. خلاص، خلاص كده اهو، ده شكله النهائي اهو. هغرفه بقى في طبق صغير واحطه لكم جنب الكبده، وهنضيف عليه شويه زيت بس ايه عند التقديم. خلاص، او نحطه في الطبق الصغير واحط عليه شويه الزيت بتوع التقديم. يلا نشوف الكبده بتاعتنا بقى. بصوا يا حبايب قلبي، ده شكل الكبده بتاعتنا اهي. وادي سلطه البابا غنوج. هننزل بقى كده على الوش الطبق كده بشويه زيت اهو. خلاص، ونقدمها بقى مع عيش فينو، مع عيش بلدي، مع مكرونه، مع رز ابيض. بجد تحفه تحفه تحفه، ولا فيها ريحه زفاره. التكات اللي احنا عملناها مع بعض امشوا عليها مظبوط، هيطلع معاكم سندوتش كبده ملوش حل. بجد حكايه روعه روعه روعه. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم. يلا حبايب قلبي، انتظروني في فيديو جديد. اسيبكم دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.